ما كفايه. لا يا اخويا هغني لك، هتضطرب. قدك المياس يا عمري يا غصين الماء كي يصل، انت احلى الناس في نظري، جل من سواك لا يصل، جل من سواك. أنا واخد دور الطحاوي الجد الكبير. أولاده مختلفين، فيهم الصالح وفيهم الطالح، كطبيعة الكون يعني. بيحرم الإنسان الطالح دوت وبيطرده بره، وبعد كده الابن التاني اللي مسكه وميزه طبعا المرأة يعني غلبت عليه وشردت. المهم دي قصة من الحياة يعني. تتتابع الأحداث يعني ما بين أولاده وأحفاده، وهو بيتابعهم. وكان طبعه الجد، الحق حق. كان كل دوره انه مش ما بيجيش على يعني على حساب حد. الحق حق والعدل عدل. طب بمناسبة بقى حجة الوقف، ايه رأيك في اللي عملوه ابوك وامك زمان؟ غلطة كبيرة بس ما كانش. انت خايف مني؟ لو خايف مني ما كنتش تقبل دعوتي وتيجي تقابلني. بصراحة يا سيدي هي غلطة كبيرة بس العقاب كان شديد شوية. طب اسمع يا هادي، ده ميعاد الغدا بتاعي. تحب تشاركني وليمتي؟ اوعدك بوليمة ما دقتش ولا هتدوق زيها. طب ما انا كمان جايب لك معايا لحمة ذبيحة طازة، لا اكلت ولا هتاكل زيه. خد بالك انا مغذيه ومعتني بيه بنفسي، لا تقول لي بقى لا خدم ولا بجم. ها دمك خفيف يا واد. ومخبيه على وسطك ليه؟ العيشة في الخلا بقى يا سيدي بتعلمك تاخد بالك من اللقمة. تعرف لو اي حد من العطوف اللي جنبنا ولا من الخلا، كفر زغاري بقى ولا الحسينية، حب بس يشد اللقمة من اخويا شاهين، يروح ماسكه كده من طرف جلابيته وينطحه كده زي كده؟ خضتني يا سيدي. ايوه بالظبط زيك كده. غريبة، ده حتى شبهك قوي. هو شبهي شكلا بس يا ابني، لكن انت شبهي بجد، وفيك عرق طيب واصيل، بس للاسف جبان. انشف يا واد. حاضر يا سيدي انشف. يا ترى صوتك حلو زي ابوك؟ لا هو الحق يتقال يا سيدي، اكيد مش زي ابويا يعني. تعرف يا هادي، ابوك كان يدخل الجنينة ويقعد طول الليل يغني يغني يغني، وانا افضل سهران جنبه عيني عليه. ابوك وحشني قوي يا هادي. اوعى تفتكر يا حبيبي ان محبته اتهزت في قلبي لحظة واحدة، ولا حتى رفعت عيني عنكم لحظة واحدة برضو يا ابني. إيه حبيبي، انا من هنا ببقى شايف وسامع وعارف كل حاجة عنكم. بس يا ابني الحق حق والعدل لازما يسود. بكرة لما تتجوز يا ابني وتخلف هتعرف معنى اللي بقوله لك ده. اسمع يا هادي. ايوه يا سيدي. انا بديلك فرصة يا ابني انك تبدأ معايا من جديد هنا في البيت الكبير. انا طب ابويا وامي وشاهين؟ انت هتخرج من هنا هتروح تودعهم وترجع تاني، يا اما تفضل معاهم في الخالة بره. انا اصطفيتك لوحدك. اسمي مارتين اسحاق، طالعه بدور ام روح. هي كانت هي وبنتها عايشين في الشر ومش عارفين ان ده غلط او ان ده حاجه وحشه. ولما يسري ابتدى ان هو تداخل معاهم وانقذ بنتها من الفتوات، ابتدت ان هي تعرف انه لا، في خير وفي حاجه اسمها الحق والعدل. فاعتزلت طريق الشر وخلاص، وبقت هي وبنتها ناس طيبين وكويسين. اقول لك انا ايه اللي حصل.
أنا اسمي وجدي يوسف، ممثل في الفصل الثاني، بمثل دور المعلم لمعي، كبير آل لمعي. هو دوره عبارة عن واحد صاحب قهوة وكبير الحارة كلها، بس مش عارف ياخد حقهم. وأتمنى يكون المسرحية نالت إعجابكم. شكرا. أنا اسمي سامح مكرم، مخرج منفذ الفصل الثالث وقايم بدور الناظر. الدور عبارة هو ناظر واقف الطحاوي بيمثل السلطة، واللي هو متحكم في المعلمين في الوقت ده، فبيمثل الجزء بتاع السلطة والجاه وازاي هو بيحكم على الناس من منظور القوة والجاه بتاعه. اتمنى العرض يكون عجبكم وشكرا لحضرتك. انا اسمي مرقس فهمي، كنت عامل دور صبي المعلم مواسير. هو صبي قهوجي، وكان هو الدور الكوميدي اللذيذ اللي في العرض يعني. بتشرف ان انا موجود في عرض الطحاوي. لحد الصبح اما نشوف ايه اخرة التركيبات بتاعته دي، مش تجيب نتيجة. تعالي بالنشر فينك وفين ايام زمان يا معلم مواسير؟ كنت تشخط الشخص من اياهم دول الحركة كلها اتصرف. حصل قفل يا ولد. يا سيدي يا عيال، النشر شغال وبساطة يا ولاد. الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا رب تهدم عليك يا قلبي. لا لا، ده مش انا، مش انا. ايه ده ايه ده ايه ده الواد ده سحر. ايه ده التركيبه وعادي بالتركيبه. لا 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 لا، الواد ده جن. هاتهولي يلا. هات لي الواد ده من القهوه. راح فين يا قد الواد؟ يا الواد افتح يلا. المهم نجيب. اسمي ميرنا سامي، عملت دور روح كانت بتدور على الحب بس في الأماكن الغلط لحد لما اتعرفت على يسري وعرفت معنى الحب. أتمنى يكون الدور والمسرحية كلها عجبتكم. أنا إنجي إسحاق، عملت دور زهرة، بنت عتريس. اتولدت في الخلا وكنت شاهدة على قتل شاهين لأخوه هادي. أتمنى يكون العرض عجبكم. اسمي روبرت طارق، مهندس ديكور العرض وقايم بدور فهيم يعني العلم، يعني المفهومية. ده كان الفكرة اللي كان نفسنا نوصلها من الدور. يا رب يكون وصلت لكم ويا رب يكون العرض عجبكم. جدكم بيلاقي متعته في انه يخلي باله من العصافير ويأكلهم بنفسه، ما بالك بقى بيعتني بعياله ازاي. انا كنت بلاقي متعتي اني اقعد تحت رجليه، لو خايف اجري عليه يطمني، ولو ليا حق اجري عليه عشان يجيبهولي. جدكم هو اصل الشجرة وكلنا من بعده، كلنا نبقى اولاد الطحاوي. حكاية الطحاوي تبدأ ب3 ولاد. جبريل يحب ابوه زي عينيه ويتمنى له الرضا يرضى. وانا اخوه بس مش شقيقه. واخونا التالت بقى والكبير عتريس. اظن انتوا كبرتوا كفايه، وانا جمعتكم النهارده عشان اعلن ليكم انا اخترت مين فيكم اللي هيدير الوقف. وانا اخترت اخوكم صابر هو اللي هيدير الوقف وتحت اشرافي. ايوه يا ابويا، لكن يا ابويا انا الكبير. حد قال لك اني ناسي ومحتاج حد يفكرني؟ صابر، من بكره تنزل تباشر مهام شغلك الجديد وتبقى ناصر الوقف بين الناس. ايه ده انت جاي ومكرر كل حاجه بقى تحاول. عتريس اتاكد. اخلص انت يا ابن الخدام. عتريس خلاص يا اخويا، امشي دلوقتي ويسر الشر يا عتريس. امشي دلوقتي. تضربني يا ابويا؟ عشان مين؟ انت هتسكت وترضى؟ ما يصحش كده. هتسكت وترضى يا جبريل وتسيب حقك؟
مين؟ عشان الخدامه ده. اتقدم يا عتريس عشان مش هتستحمل عقابي. قول لي ايه انا في كلامي؟ انا قلت ايه غلط؟ مش ده ابن الخدامه اللي جوزتها على امي؟ هتديله حقنا؟ لو انت هتسكت وترضى انا مش هرضى. انا مش هسيب حقي واعرف لك الند من الند واحط راسي براسي. يبقى انت اللي جربت على نفسك اللعنه. اطلع بره البيت ده ملعون وما شافش وشك هنا تاني. لا انت ابني ولا ابوك ولا البيت ده من النهارده بيتك ويحرم عليك البيت ده للابد يا عتريس. بس انا مش هسكت. انا وانت قدام الطريق مش هسيب حقي. جبريل. ايوه يا ابويا. معايا ولا تحب تعصله؟ يا ابويا خدامك وتحت رجليك واللي تقول عليه هو اللي يمشي، بس ما تزعلش نفسك. اهدى بس يا ابويا. صدقني انا ما كنتش عايز حاجه من نظاره الوقت دي. كلمه زياده وهتحصله بره في الخلا. أنا اسمي يوستينا شمشون، مخرج منفذ الفصل الثاني، وكنت بعمل دور سنيورة. سنيورة دي كان دور عبارة عن إنها بنت بلد الجدعة اللي ما كانش بيهمها أي حاجة، وهي اللي شجعت أهل الحارة إن هم يروحوا للناظر ويطالبوا بحقهم. نتمنى المسرحية تكون عجبتكم ونشوفكم في موسم تاني إن شاء الله. أنا ستيفن يوسف، كنت في دور شواف. كنت من ضمن أهل الحارة اللي كانوا قاعدين بيسمعوا قصص فهيم. احنا كنا الخط الكوميدي في العرض. أتمنى نبقى خفيف على قلبكم. أنا فيولا عادل، بشتغل في العرض مخرج منفذ الفصل الأول، وكنت بمثل دور بسبوسة، وكنت كمان ستايلست ملابس العرض. يعني نتمنى ان هو يكون يعجبكم. انا جاي اقول لك ان عتريس بتاع زمان ده خلاص مات. ده عتريس جديد. وانا جاي اقول لك ان صابر القديم ده خلاص مات. ده كرسي بيغير. بقول لك ليه؟ لو عينك على الفلوس مش بتاعتي. كده برضه انا عارف ان الفلوس مش بتاعتك. ما انت لا يمكن تفرط في مال ابوك. شيل الفلوس جوه الخزنه ولا الحاجه تضيع. انت يا اخويا الحنيه دي هنشيل حاضر. خد يا خير خد. تيجي تقع في الارض. مش بعيد تكون واخد حاجه تانيه انت. انا كل اللي عايز اطمن على مستقبل عيالي وعيال عيالي. ابوك هيسامحهم ولا ياخدهم بذنبي؟ يا اخويا يعني انا المطلوب مني ايه؟ لا مؤاخذه في الاخر. عايز ايه يعني؟ حجة الوقت. ابوك كاتب فيها كل حاجه. اعرف لي بس كاتب ايه عن ابويا وعن عيالي كلهم. اعرف لي قول. يا اخويا حجة الوقت. حجة الوقت اللي ابوك هو ده كل همك؟ كاتب فيها شروطه العشرة ها؟ وكل حاجه عن المستاجرين. بقول لك ايه يا عتريس؟ انت يا اخويا تعرف ابوك مخبي الحاجه دي فين؟ شوف انا بقول لك ايه وانت بتقول ايه. انا بقول لك بس يا عم انت هتوقع لي دماغي ليه يا عم؟ غرفة داهيه يا عم ولا انا شغل. كانت كل قهرك تدولنا لفوق. العتريس قال حلاوتك يا عتريس وعيون من البكاء والماء. اقول لك الجد يا تسيب يا خسيس الخسيس ورماه. مساء الخير، اسمي نرمين فارس. انا بعمل دور عواطف ومخرج منفذ الفصل الرابع، وكنت المسؤولة عن الموسيقى بتاعة العرض. الحقيقة انه دور عواطف هو دور مختلف شوية، دور واحدة بنت بلد جدعة متربية في الحارة، كانت هي واحد من العناصر الأساسية والمحركة للأحداث، انه يبقى في فهيم يطلع ويقتحم بيت الطحاوي علشان نتأكد إذا كان موجود أو لأ. يا رب تكون المسرحية عجبتكم، وإن شاء الله نقابلكم في موسم جديد من أولاد الطحاوي. هشام مجدي، مخرج منفذ الفصل الثاني وعامل دور فارس، والدور كان عبارة عن حد بيحارب الظلم وقدر يقوم الحارة من تاني علشان خاطر ياخدوا حقهم من الناظر. اتمنى ان العرض يعجبكم ونستناكم في الموسم الثاني. اسمي بشوي حربي، كنت عامل دور عصفورة. الدور بنبين بيه ظلم الناظر وفتواته لينا. اتمنى تتفرجوا على العرض ويبقى عجبكم. يا اخويا ولا يهمك يا ست قمر. ازيك وازاي نور ابني؟ يوجتك ايه يا معلم؟ انت لسه بتقول على يسري نور. ايوه نور، وهيفضل نور الحاره كلها وكلمتها الموزونه. يسري في خطر يا عم بركه.
انا مش عارفه ايه اللي لم الناس دي كلها عليه. الحي كله ملوش غير سيره ابنك يا ست قمر، والزفه الكبيره اللي دخل بيها الحاره على كره بعد ما صيته سمع مع الناس كلها وداير يخلص الناس من عثرتهم. ما هي الزفه دي اللي فتحت العيون كلها عليه. خلي بالك من ابنك يا ست قمر. يوه، وانت رحت فين يا معلم بركه؟ ده انت جيت لي يا اخويا نجدة السعادي. انا عارفه انك ليك حبايبك هو بيت الناظر، وبرضك ليك معارفك عند كل فتوات الحته. هم قلقانين من ابنك جدا. ابني ما جاش جنبهم. أنا توني ألفريد، شاركت بالإخراج في العرض المسرحي أولاد الطحاوي. فريقنا مسرحنا الأنطوني تقريبا 140 فرد. اشتغلنا على مسرحية طويلة 4 فصول، كان ليها 2 مخرجين منفذين لكل فصل. كان عندنا تقريبا 16 لجنة للعناصر المسرحية كلها، إضاءة وديكور وملابس ومكياج وغيره. بنشتغل مسرح تقريبا بقالنا أكتر من 30 سنة، من أساتذتنا وإحنا والأجيال اللي بعدنا ان شاء الله يكملوا نفس الطريق. المسرحيه بتاعتنا والحدوته بتتكلم على الخير والشر والصراع بين الحق والعدل وبين الظلم للفتوات والنظار. الجو العام للمسرحيه بيتكلم على مصر القديمه والفتوات وعرف النبوت، وبنشوف مع بعض الاحداث بتوصل لحد فين مع اولاد الطحاوي. قمت بدور في التمثيل عتريس. عتريس هو الفيلن ودور الشر لكل الفصول. عايز ايه يا فندم؟ وايه الهيصه واللمه اللي انت جاي بيها دي؟ مش انا اللي عايز، الطحاوي هو اللي عايز. تاني انت عارف وانا عارف ان الطحاوي ما خرجش من بيته قبل كده. اهو خرج وجاني وطلب مني اجيب حق اللمه منك من الفتوات لسانين طول عمركم. ياض هتستفاد ايه من كل ده؟ عايز تبقى فتوه؟ انت عارف ان الفتوانه ما بتدومش لحد. من جوع له لابو كف، من ابو كف للوحش، ومن الوحش للسايس، والنبوت عمال يلف ومحدش عارف يشكمه. عايز تبقى الناظر؟ ما انت الوكيل بتاعي، وبكره تبقى ناظر الوقف. يبقى لازمته ايه كل ده؟ اراده الطحاوي. ياض ما تحرقش قلب امك عليك، دي ما حلتهاش غيرك. هات مراتك وتعالى عيشوا معانا اليومين اللي فاضلين لنا في عمرنا. افهم من كده مش هترجع حق اللمه. شوف انا اقول ايه وهو يقول ايه. طب مالكوش حاجه عندي. افتكر ان انا رعيت العيش والملح اللي ما بيننا. اما حق اللمع انا اللي هرجعه، واراده الطحاوي انا اللي هجيبها. خد يا الامر يا حضره الناظر.